السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيمة. اليوم إن شاء الله وكيف ما طلبتوا مني غادي نبداو أول اقتراحات حلويات العيد السهلة السريعة والبسيطة والرائعة بزاف في المذاق ديالها. غادي نحضروا مع بعض 5 أشكال بعجين واحد بلا تمارة ولا مجهود، بأذواق اللي هي مختلفة ولذيذة وكتذوب في الفم بمعنى الكلمة. والأهم كتعطي كمية اللي هي كتيرة، أكثر من 180 حبة بمكونات بسيطة وفي متناول ديال الجميع. فكيف العادة شجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف. وإلا كانت أول مشاهدة لكم للقناة وعجبكم طبعا محتواها، فضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد كل الوصفات. فكيف كتشوفوا كنبداو بسم الله. أول حاجة غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة. أنا درت المارغرين ديال الحلويات ماشي ديال العلب. ضفت عليها قبصة ديال الملح وغادي نضيف عليها كأسين من السكر. بالنسبة للسكر كيف كتشوفوا السكر سنيده ضروري نغربلوه باش ما ندوزوش هاد الحبيبات الغلاط، والسكر بودرة حتى هو كنغربلوه باش دغيا ينسجم. طبعا بالنسبة للأخوات اللي غيديروا الزبدة الحيوانية أولا الزبدة ديال البواطة، غادي نعطيكم فيما بعد كمية ديال الزيت اللي خاصكم تخدموا بها. كنضيف هنايا ملعقة صغيرة من الفانيلا، وطبعا النكهات راه غادي نخدموا فيهم فيما بعد غير الفانيلا باش نكهو العجين الأساس. الا كنتو غادي ديروا الفاني ديال الأكياس فديروا 2 ديال الأكياس باش تجي النكهة متركزة. غادي نخلط هادشي كامل مع بعضياتو حتى نحصل على واحد الخليط بوماد، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. من بعد غادي نضيف كأسين من الزيت، يعني القياس ديال الكاس اللي غتخدموا به حاولوا تخدموا به كل القياسات. انا هاد الكاس هذا كيقيس ليا 200 ملي من السوائل. بالنسبه للاخوات اللي غيخدموا بالزبده ديال الحيوانيه او ديال البواطه عفوا مع كتكون مدومه، فحاولوا ديروا فقط كأس ديال الزيت او كأس الا ربع باش هكا العجين ديالكم ما يطلقش لكم الزيت. غادي نخدم انا هذا الخليط هذا حتى نحصل على عجين اللي كيجي كريمي وما كتبقاش عندي الزبده متكتله في شي مكان. من بعد غادي نبدا كنضيف البيض بالتدريج. بالنسبه للبيض انا درت بيض بدرجه حراره الغرفه، درت 3 د الحبات ديال البيض، وممكن هاد الحبات ديال البيض تعوضوهم يعني ب4 الا كان عندكم البيض صغير. وغادي نضيف هاد الحبات ديال البيض ونبدا كنخلط هاد الخليط هذا حتى نحصل دائما على خليط كريمي. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يخدموا هاد الخليط هذا في العجان او اللي يخدموه بالطراب الكهربائي في الاول، فممكن يعني كل ما خدمتوه مزيان كل ما غتحصلوا على النتيجه عفوا افضل. كان نخلط الكل وغادي نضيف هنا 2 معالق ديال النشا. غنمشيهم في الخليط. النشا غادي تقولوا لي اللي ما متوفرش ليه ممكن يعوضها بالبودره الكريم باتيسير، اللي ما متوفرش ليه ممكن يعوضها بالياغورت الطبيعي. المهم كنضيفوا شي مكون اللي كيعطينا الهشاشه في هاد الحلوه هادي باش تجينا طريه وتجينا يعني كتذوب في الفم. غادي نضيف هنايا كميه من الدقيق وضفت عليها كيس ديال خميره الحلويات فئه 7 أو 8 غرام. كنخلط كنمشي في الاول الخميره كامله في الخليط عاد باش نبدا نضيف الدقيق. الا درنا الدقيق في الاول ودرنا عليه الخميره ودرنا كميه كثيره ديال الدقيق تقدر الحلوة كلها ما تجيناش منفوخة نفخ واحد. علاش؟ حيتاش مثلا شي مكان من العجين كان فيه الخميره اكثر من الاخر. خاصنا حتى نمشيو للخميره ونبقاو نضيفو الدقيق كنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا. طبعا غنعطيكم الكميه ديال الدقيق. انا هنايا خليته مازال شويه طري، يعني مازال خاص كل جزء خاصو واحد 2 معالق هكاك حتى المعلقه ديال الدقيق. وخدا ليا تقريبا 9 ديال الكيسان ديال الدقيق ونص، يعني 950 غرام ديال الدقيق. كنقسمو ل5 الاجزاء. كناخذ الجزء الاول كنضيف ليه فلون ديال الكراميل وكنضيف هنايا كميه من الدقيق باش نجمعو. بالنسبه للفلون ديال الكراميل فانا ضفت غير النصف الاول ولكن ما عطانيش هذاك اللون اللي بغيت، فضفت النصف الاخر. علاش ضفت غير النص؟ حيت كان عندي مضاف ليه السكر. من الافضل تخدموا اللي ما فيش السكر باش تجيكم الحلوه معتدله في الحلاوه ديالها. الجزء الثاني درت ليه ملعقه صغيره من القهوه مع ملعقتين من الماء اللي يكونوا ممسوحين، غير الماء ديال الروبيني عادي ديال الصنبور. كنضيفهم عليه وكنبدا ندخلهم، وضروري ما نديروا واحد الكميه من الدقيق. علاش؟ باش يعني داك العجين ديالنا خليناه طري. واللي ناكد عليه العجينه ما تدلكوهاش. الاخوات اللي كتخرج لهم العجينه الزيت يا اما كيدلكوها يا اما كيكسروا ليها الدقيق. العجينه ما ندلكوهاش بتاتا. غادي ناخذ الجزء الثالث ديال العجين. خديت هنايا 4 القطع ديال البسكويت وطحنتهم خليتهم شويه مهرمشين، وهما اللي غادي نضيفهم على هذا الخليط. هنايا غنضيف شوكولا فيرميسيل. انا شديت الكاس وبقيت كنتشاور مع راسي شحال غادي ندير. المهم غادي نديرو قياس تقريبا ملعقه ونصف، وما نعجنوش الخليط هنايا غير نحاولوا ندخلوا فيه هذا الخليط ديال المكونات اللي ضفنا، حيت الا عجناه هذيك الشوكولا كتطلق
اللون ديالها وكتلون لينا العجينه، يعني كيجي واحد اللون ما زوينش. من الافضل تبقى هكا باينه. والدقيق ما ضفناش حيت ضفنا البسكوي ناشف غيشرب لينا غيعطينا داك يشرب لينا داك الفزاق اللي في العجينه، يعني غادي تجينا هي هذيك. الجزء الاخير ضفت ليه فقط الكاكاو، وممكن تضيفوا ليه فلون ديال الشوكولا باش تزيدوا تنكهوه. انا اكتفيت بالنكهه ديال الكاكاو. علاش ما ضفتش نكهه الشوكولا؟ كاع الفلون اللي لقيت عندي في الدار فيه السكر، فلذلك فضلت ما نضيفوش باش تجيني هي ديك معتدله في الحلاوه. غادي ناخد هنايا يعني العجين، وكله غادي نغلفو بلاستيك. كيف كتشوفوا معايا بقات لي تقريبا معلقه ونص بقياس ديال هاد المعلقه من كيلو ديال الدقيق. غادي ناخد هنايا العجين الاول مباشره، يعني ما يرتاح ما والو السيدات، يعني غتبداو فيه تخدموا فيه. وحتى السيده اللي بغات مثلا تقسم على الخدمه، خدميه قبل الفطور، غلفي العجينه وديريها في الثلاجه، مره الفطور بداي فيها تشكلي فيها. هنايا انا طلقته مباشره بين جوج ديال البلاستيك بسمك ليكم متوسط، ماشي رقيق بزاف صامت. وكناخد شي قطاعه ولا شي كاس، المهم تكون دائريه. انا حاولت نخدم معكم يعني بسامبل اللي كاين في كاع الديور، يعني غتاخدي غير كاس غادي تدوري بها هكا وتقطعي. دائما باش نهزو الحبات وما يتعوجوش لينا كنرجعوا عليهم البلاستيك، وكنحيدو داك البلاستيك اللي كان من الاسفل. كنبداو كنهزوهم ونقلبوهم بحال هكا في الصينيه ديال الفرن. هكا الحبه ديال الصابلي اولا ديال العجين ديال الحلويات كيف ما كنهزوها كيف ما كتبقى، ما نحتاجوش اننا ندخلوها المجمد، يعني باش يجمدوا عاد باش نبداو نحيدو الحبات. وكنعتذر على الصوت ديالي غيبان لكم غير شويه، راه ماشي النعاس هذا غير ماشي زعما ناعسه صوتي ناعس، ولكن غير شكوى على الله الحلاقه. الله ينجينا وينجيكم. صافي انا كملت الحبات كاملين من العجين اللي بقى لي، جمعته بديك الطريقه وعاود طلقته وكندخلهم الفران من الاعلى ومن الاسفل. شعلت عليه على 160 درجه ونخليهم مده تقريبا واحد 20 25 دقيقه، كنخرجهم كيكونوا نضجوا. فران ديال الغاز فغطيبهم على نار اللي هي مهيله شويه، ما ديروش نار مجهده باش يطيبوا لينا ويتقرمشوا، حيت هذا غيجي فحال الصابلي. الجزء الثاني حتى هو اللي بالنكهه ديال القهوه الموكا، حتى هي درت ليها نفس الطريقه، يعني حتى هما بغيتهم يجيو على شكل دوائر. كيف قلت لكم انا حاولت نبدع في شويه في التزيين، ونخلي البساطه يعني في قطاعه واحده غنخدموا بها كل شيء مثلا، او نخدموا بها جوج او ثلاثه اشكال، واللي تكون متوفره عند كلشي. وحتى الناس اللي ما عندهمش راه غادي يديروا غير الكاس كيف قلت لكم، دوزوه في الدقيق وغادي نقطعوا به الحبات ديالنا. وبنفس الطريقه اللي درت في الاول غادي ندير لهادو ونطيبهم كيف قلت لكم على 160 درجه في الفران ديال الكهرباء، وكنشعل الاعلى والاسفل. وكيف كان شفتوا معايا دخلتهم في الرف في الاسفل، ما درتهمش في الاعلى باش ماشي يذهبوا ليا او لا يبسوا ليا من الاعلى وهما باقيين طريين من الداخل. كنديرهم في الرف اللي قريب لتحت. غادي ندوز هنايا ناخذ شي شكل ديال الطويسات. خديت هذاك اللي بالنكهه ديال الكراميل وبديت كنلبس الطويسات بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الطويسات غديروا اي شكل متوفر لكم. انا يعني حاولت انني ندير هاد الطويسات هادو باش يجينا الحشو في الداخل وتجينا يعني الحلوه ديالنا محكوم ليها الشكل ديالها، بلا ما ندهنوهم ما والو. كنعمروهم وغادي ندخلوهم يطيبوا بنفس الطريقه. الشكل الرابع فغادي ناخد هنايا هذاك اللي درنا ليه البسكوي مع الشوكولا فيرميسيل. كنحربلو باليدين ديالي وكنقرص ليه دوك القنات كي شفتوا معايا، وعاد باش كنضغط عليه باش كيجي الشكل ديالو بيضاوي. كانتوما تشوفوا معايا كنديرو نجيبو باليدين ديالي، يعني ما نحتاجو لا طابع لا والو، وكنضغطو عليها بهذا الشكل هذا ويجينا الشكل ديالها بيضاوي. ونوضعوها من بعد في الصينيه ديال الفرن ونديرو بحساب راهم فيهم الخميره يقدروا يلتصقوا لينا، يعني نحاولوا نبعدهم واحد شويه. دائما نضغطوا عليها ونقرصوا القنيتات ونضغطوا عليها مزيان بسطوها حيت فيها الخميره غتنتفخ. الشكل الخامس والاخير فكنديرو غير على شكل حربول، كناخد شي غلاقه ديال شي قرعه وكنحاول نحكم بها الشكل باش يجيوني تقريبا الحبات كلهم بحال بحال. هاد الشكل هذا غيجي بحال الشكل ديال الدونات او الشكل ديال دوائر فارغه من الداخل ديالها، فكيتجي بحال هكا. دائما نقطعوا نسرحوا العجينه على شكل حربول وندوروها على ديك الغلاقه. ديك الغلاقه غير كتحكم لينا الشكل. وممكن ديروا حتى الشكل، يعني الشكلات اللي سبق لي وتقاسمت معكم غنخلي لكم الروابط اسفل الفيديو. بالنسبه للاخوات مثلا اللي ما توفراتش لهم هذيك الطويسات فغادي نعطيكم الروابط في صندوق الوصف. اختاروا الشكل اللي يعجبكم. انا هاد التشكيله هذه راه من سنين، يعني من بدايه القناه وانا في كل عيد كنحاول نديرها لكم باش يعني تجيكم حاجه سهله بمكونات بسيطه وتجي راقيه في المنظر. هذه هي الحلوه ديالي من بعد ما كنخرجها. الطويسات كي شفتوا معايا راه كندير لهم كيغدو باش كنحيدهم الى لصقوا ليا من الجناب. كندوزو لهداك الشكل اللي بالكاكاو. كناخدو شويه ديال صلصه الكراميل، غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو، ممكن تخدموا بكراميل اللي هي جاهزه. كندير واحد الكميه في الوسط
ما نزلتش لكم الصلصه في هذا الفيديو هذا حيت غادي يجي الفيديو طويل بزاف، وانا سبق لي ودرتها في شحال من فيديو. غنخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. كندير عليها هكا كميه من الكاوكاو اللي عندي محمر، كنحاول نضغط على داك الكراميل باش يلصق الكاوكاو، وكنوضعهم في صينيه الفرن. غير ما عفوا في صينيه اولا بلاطو اللي غندخلو المجمد ماشي الفرن. غير ما تكتروش الكراميل باش ما يسيحش ليكم. غادي نعمر الكميه ديالي كلها وندخلها المجمد. الشكل ديال الطويسات، فبما انه فيه النكهه ديال الكراميل فغادي نخدم هنايا معاه بالشوكولات. الكراميل والشوكولات كيتواتاو. فهنا خديت هذيك الكوفريت، اي نوع ديال الكوفريت متوفر لكم، ضفت ليه الشوكولا ديال الدهن. حتى الشوكولا ديال الدهن نخدمو باي نوع متوفر لكم. وغادي نخدم باليدين ديالي باش نحكم يعني مزيان، نتحكم في الخليط وما يسيحش ليا، يعني ما نوفيش ليه بزاف. ديما نراقبو باليد اللي ناشفه واش الخليط برك عليه من الشوكولا. خدا ليا تقريبا واحد 2 معالق ديال الشوكولا. كندهن هذيك الطويصه يا اما بالمربى اولا بالشوكولا ديال الدهن انا كيف ما درت، وكنشكل كره وكنضغط عليها باش كتلصق ليا ديك الكره مع العجين. كندير غير واحد الكميه بسيطه، غير واحد الدهينه اللي هي بسيطه، وكنضغط بهذاك الحشو. كنحاول نثبتو من الجوانب ونضغط عليه ونحطو. غادي ندوزو للشكل ديال الموكا اولا القهوه. فانا درت هنايا كميه من الشوكولاته، ذوبتها في هنايا في حمام مائي، وغادي نضيف ليها 2 معالق ديال الحليب. ممكن تضيفوا 2 معالق ديال القهوه، مهم يكونوا سخونين بزاف، وممكن تضيفوا حتى الماء. المهم كنضيفوه وكنبقاو نحركو بالزربه. كيبان لينا الشوكولاط راه خسر. في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا ليه 2 حتى 3 المعالق ديال الزيت. انا ضفت الزيت هنا بالتدريج حتى حصلت على داك القوام اللي بغيت. كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. كناخذوا هذيك الحبات ديال الصابلي اللي بالنكهه ديال القهوه، وكنديروا فيه واحد الكميه في الوسط، وكندوروا معاها هكا كامله من الجناب، وكنوضعوهم في يعني جانبا حتى ندوزو للتزيين ديالهم. كندير غير واحد الكميه بسيطه، والكميه راه كتبقى اختياريه على حساب نتوما شحال بغيتو. انا حيت مازال غادي نغمسوه في الشكلاط فما بغيتش نكثر ليه الشكلاط في الداخل ديالو. صافي غادي نزينو هكا من الجناب عفوا نعمرو من الداخل. وكناخذ شوكولاته بيضاء، زيدت لها هنايا شويه شوكولاته بالحليب. ما ديروش الشوكولاته السوداء على مع الحليب، حنا بغينا نحصلوا على اللون ديال القهوه. الا درنا الشوكولاته السوداء مع الحليب كيجي واحد اللون كريمي، ما كيجيش واحد اللون زوين. اما الشوكولا بالحليب كتعطينا واحد اللون اللي هو زوين. ممكن تضيفوا الشوكولات ديالكم بالحليب الا كان يعني ما خدمتوش مثلا بقاله بحال اللي خدمت بها انا، فضيفوا ليها الزيت. قاله راه كيكون مضاف ليها الزيت، ما تحتاجوش تضيفوها. صافي غادي ناخذ هنايا الحبات، كندير واحد الشوكتين وكنوضع عليهم الحبات، وكنحاول نعمرهم من الاعلى ديالهم هكا بهذيك الشوكولا اللي كيف شفتوا ضفنا تدريجيا حتى حصلنا على اللون اللي بغينا. ومن بعد ما كنضيفهم كنوضعهم هنايا فوق شي شبيكه يتسقطروا. وفي نفس الوقت كناخذوا من بعد شوكولاته سوداء وكنبدا كندير خطوط. وغادي ندير من بعد بالاستعانه بالكيردون هذاك الشكل ديال الميلفوي اللي كيبغيه كلشي وكيجيب ساهل وبسيط وكيبقى هماوي دائما في الشكل ديالو. ندوزو لهداك الشكل اللي فيه الشوكولا فيرميسيل والبسكويت. فخديت فقط هنا المربى ديال المشمش، وعندي الكاوكاو محمر من الجهه الاخرى. كنبقى كندوز فيه هكا الحبات والنصف الاخر حتى كندوزهم كاملين عاد باش كنهزهم وندوز ليهم الشوكولاط على نكبو على الجهه الاخرى. كنسقطر وكنوضعهم فوق هكا شي شبيكه ونكمل الكميه دائما حتى كنكملوا هكا الكميه ديالنا عاد باش يعني حتى كنكملوا الكميه كلها عاد باش نبداو نابيو بالشوكولاط باش تجينا الخدمه ديالنا نقيه. كنخليهم جانبا ينشفوا من بعد نجمعوهم في طبق. والشكل ديال هكا ديال الفاني، فانا صراحه كنت غادي ندير ليه كلاصاج ديال الفيريرو صافي، ومن بعد ما اقتنعتش به فقلت هكا نخليه لوغو ديال الفاني مع الشوكولاط يجي بحال هذاك بحال لي بسكويت ديال اللي كيجي على شكل دونات. مشات لي السميه ديالو اللي تفكر يكتبها لي في التعليقات، مشات لي السميه. المهم انا قلت هكا نابيه بالشوكولاط بيض ودرت عليه في القنيتات هكا شويه ديال هذيك الشوكولا غابي. ممكن ديروا اي زواق عندكم ديروا، اولا ديروا غير خطوط بالشوكولاته هكا السوداء. بالنسبه للشكل اللي عندنا في ديال الكراميل كندخلوه المجمد حتى كيجمد. هذيك الكراميل كتشد في راسها مزيان باش منين نبديو نابيها ما تبداش نابيو عفوا ما تسيحش معانا. صافي وكناخذ كل حبه وكنبدا كنكب عليها هكا الشوكولا من الاعلى ديالها. ولا شفتوا مثلا شي حبه ما ضبطوهاش مزيان عاودوا ديروا لها الكلاصاج من الجهه مثلا اللي بقات لكم عريانه اولا خرج لكم منها الكراميل.
صافي وغادي ندوزهم كاملين بهذا الشكل هذا. والشكل يعني الأخير فدرت ليه تزيين بسيط، فقط دوزته في المربى ورميته في الكاوكاو اللي كونكاسي اللي عندي محمر. حاولت كيف قلت لكم نلعب لكم على حوايج اللي هما بساط ويجيو يعني في المتناول ديال الجميع. صافي ونقدموهم كيجي هذا هو الشكيلات ديالهم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديال الشكل اللي بالشوكولا، خصوصا هذا ديال الكراميل، الا كان الحل بارد فعلى برا، كان الحل سخون فديروه في علبه واحتفظوا به في الثلاجه او للمجمد. والاشكال الاخرى فما كيطرى لها والو، يعني ممكن تحتفظوا بها في غير في علبه محكمه الاغلاق، وديما ديروا واحد الطوبه ولا جوج ديال السكر باش تشرب لكم الرطوبه ديال الحلويات. كنتمنى هاد الوصفات اللي نزلت لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غنزل لكم مازال اقتراحات اخرى. خليوا لي رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.